ظلاما لي يا جبار فأنت جاري ونعم الجار ردهم دواما لي يا جبار فأنت جاري ونعم الجار اجلهم لي ذوي القياد في البر والبر ألا تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا قريب وجيلي اللهم فوق ما أريد في البر والبر وجنبني المريد حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اغتراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما قرر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستقامة فيسر للكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لي أبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسواه شيء تحبه كنفس وهواه اسرف هوايا لرداك أبدا والنفس يجل ذات قيد وهدا سقلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجل حياتي ذات يمن وسعة وذات بشر وهدى ومنفعة وجيلي الخير وكف الدرر أني بجاه المصطفى خير الورى لو اكتب اليوم الصلاة والسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له أني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اكشف لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث وتذر عجابي كمل إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جلي بالكوامل إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاه والمجيب لفته وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تدرعت وإنني فقير فلتغنني يا خير مون يا قدير ذلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا واحفظني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والسمد ولم تلد وليس مولودا أحد دعاء يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفءا أحد غني في الدارين كل ما يدور وفيهما سقلي كل ما يسوء وجهلي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد يختار لي القيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجي جواله وقلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجل جميع ما كتبته وما أكتبه غير هدى معمما وتل فؤادي ولساني في الكتاب وكل يجعل خير أجر وثواب يكتب شبابا في شرابي وطعام وفي صيامي وقيامي والمنام اجل فتوري كالصيام واجعلي نومي وفكرتي كتنافلي اجل جميع ما يكون سالدا مني لداك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البهور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جادلت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رداء المولى فإنه سبحانه بي أولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم فقالب تلدغ كل مترم من لم يتب لله يا نساء مثلثا فسيلاقي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمام قد انتهى بحمد ذي الجلال نظمي مسليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلا بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهد لله بأني بعت كع ودمائر وقد شرعت والذي من اشترى وقلت لله حمدي وما أقلت رضيت عن ربي وربي رضيا
أني وقال لي ردا قرديا رجوته وحقق الرجاء وقال لي بلا انتهى الأوجاء ملكني أعتقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ملكني أعتقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني لمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا وداء أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد أنمها متى أنا والعمد لوجه الكريم سار كله على عبادة وجم كله ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم قلي به يقول قلبي ولساني والجميع جواله نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرتي وعن شكائي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة ما لي أبا ولي يقلد الأجور في المباح لسلب اليمنى وما اختارا إلى الجناء فائقا مختارا فجاءني برمضان الأعظم بكم وباسمه العظيم الأعظم يقول لي كن فيكون للجنان ما شئت باقيا بالجود وامتنان هذا محقق بالارتياب وفزت بالذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكم قال لي الباقي ثواب الصابرين من راس الدكسس وأجر الشاكرين قال لي الباقي ثواب الصابرين من راس الدكسس وأجر الشاكرين كنت شكور الله بالذين اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وهبى بسوره أزكى صلاة وسلام أبدا في حبه ومن بحق أبدا نبينا سيدنا القل الحبيب محمد لي قادم يهوى اللبيب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وجدت وجهي اليوم بالدعاء لله ربي وبالثناء الحمد لله الذي جذبني إلى عبادة له في العلن ذلك بعد فضله يؤتيه من يشاء من عباده كل زمن ذلك بعد فضله يؤتيه من يشاء من عباده كل زمن سألته بالمصطفى له الصلاة منه السلام تشمل الهداة سألته بالمصطفى له الصلاة منه مع السلام تشمل الهدى أن يغفر اليوم جميع ذنبه وأن يروم قالبي وقلبي لك السماء والأرض يا رب الورى ولك ما بينهما بلا امتلاء كن واهبا خيرهما لي واكفيا شرهما أني أجب يا ربي أن نطرد الشيطان في ذا اليوم وكل ما يجرني للوم بجاه أفضل الورى محمد وترنيه ها هنا وفي قدي أصل إليه كل ما لفظت من جملة الصلاة أو كتبت دعوت كوني مهد عبد الله ومهد خادم رسول الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي المنى أن ندفع الشقاء واستدراج والمكر والغرور وقد الهاجا نذر صريحا ظاهري وباطني من كل عيب بارز وكامل نبتني فإنني منذ الدهور قد كنت في سفاهة وفي قرور يا رب كن بالمصطفى مقيسي جلي بالقرآن والحديث فجرينا بعلوم نافعة في أرض قلبي للعيوب دافعة املأ فؤادي هدى وورعا حتى أكون ذات متبها نذرني اليوم عن الغرور والشك والغفور والصبور نذرني اليوم عن ابتداع
في السر والجهر بجاه الداعي قلب جميع ما بقى من أمري لما تحب واحمني عن غيري ربي بجاه المصطفى هب الصفاء من كدر ثم به حمل الوفاء يقود لي الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مغيبا له تفضلا بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي فوق ما رجوت أجب دعائي بقدرك العظيم ولا تواخذني بكوني مليما جئتك غمرا مذنبا كسولا ذا توبة لك فهب لي سولا يا من يجيب دعوة الداعي إذا دعاك لي أجب وكل منفدا بجاه من سميته مهابا له صلاة تشمل الإجابة دعوتك الحسنى مع الزيادة والاستقامة مع السعادة النسر في الأغيار والرسائل ولجلب الأنوار والفدائل وجئني اليوم إلى الكتاب وللحديث ثم للثواب تبت إليك اليوم توبة نسوع فليجد بجاه ذي الفرج الفتوع أجب وسليا عليه وعلى آل وصحب المعروف ومن تلا لهب بداية العالمين أجمعين بجاه له الصلاة كل حين دعوتك العصمة من فم ومن عين ومن جملة الدر قد يعين اجل إجابك الذي لا يقتر ببال شخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسر لي الصعاب في الدارين بالمصطفى وتقني النارين اجلني اليوم بجاه المنتقى عبدا قديما ذا قبول وانتقاء ذلك ليس بأذيب يا جليل عليك هبل لي بحرمة قليلة أحمد خير العالمين واجزبي له صلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملامة علي من ربي بالعلوم والفوز بالأمل بالمعلوم أجب وسليا عليه بالسلام في آله مع سهابه الكرام نجيت كل من إليك يلتجي فنجني وليجد بالفرج يسر عبادة وقيمة ليا وسليا على النبي يا ربي يا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما حقق رجائي بقولي لعلكم تفلحون لله قد فوضت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء وصفاء وقال لي كتابه مع السهاء لوجهك الكريم ذا الكدر لوجهه الكريم ذا الكدر إلى سواي وسفى لي القدر لم ينهني ضر ولا أدناس وليس ينهو جهة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام خالتني وقال لي مرامي مد لي القل قنا عن غيره وكان للحب بأعلى غيره تسيئني الغضب والدلال رجا الأليم الباسط الهلال فرات سيد الورى بقته وإنه لي الردى زمتي لم يرفع كون هذه القصيدة حقيقة تؤتي الفتى مقصودا هوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدهور وجهني الجميل في دنياي ببشر مقلدا دنياي ناديت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام وجعل هذه القصيدة سالفة درر نار الدنيا إلى غير الذات ولا غير ما اختاره الله لي وعصمني من رؤية النار الآخرة أبدا بفضله وجوده وكرمه والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ذنبي في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجدت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره مع
دمت حيا بقول الحمد لله وقال يدر تكريما ووجه لي نفا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر من حقدي ومن عملي ومن مقالي فكلي سار لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كوني العبد لله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجو لدى الله فوضي على كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له إلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله يدي وقلبي له إلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وسيله من اكتفيت به في طاعة الله عني محمد المختار من مدد بلال والسابع بالمالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني الهام ما فاق المنى كرما يامرني كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم وتتم به قدي وسؤلي ما أرجو من الله دعوتك اليوم في الأيام متجيا ثواب من حج بيت الرازق الله وجيني الأعم يامرني بلا كلف كشفا وتير وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا سمدي بالكشف والفيد ذا فمن عن الله اجعل لي ابدا نورا اعوذ به السف والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وسف الامر يا سمدي وكل الدهر واجعل لي لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام قد أن يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا أني بجودك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جاءت هذه الأبيات المأخوذة من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجدت كل ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رديت النافع الباقي وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله وقال يدر تكريما ووجه لي نفا بلا كلف فالشكر لله الله أكبر من حقدي ومن أملي ومن مقالي فكلي تاب لله الله أذب ما ينهو أذى لسواه معطير لي عند رب الأكرم الله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله له شكوري وحمدي راديا وله كليتي سرمدا فالحق لله هو الكريم الذي للقاد دون ألم معطير لي عنده فالأمر لله فاد قدامي بذكر الله مسمن وفاد كلي في الدارين والله يقول لله في الدارين متليا أني مرادي قول الباسط الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهتي ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له أبدا له بردا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي الأفرماء لدى الله أزكى صلاتي بتسليم بلا عدد على نبي رسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا ولا وسابه بالمالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومد لي منه فللواسي الله المالك النافي البر رديت بلا صوت وأن قيد لله بلاي دها لذكر وشكر جثتي كرما ممن به سار كل طاعة الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به سار كل طاعة الله وجدت كل لمن يغني بلا سبب عن الأذى راضيا أنزل ولا الله ديني إلى الجنة الإسلام وهو أعلى دينا سواه وذا نسهم من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد
قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير ولا وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أصبحت أشهدك في آخر يوم من أيام منن عام 15 بعد 300 وألف من هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها حروفا. واذكروا الله في أيام معدودات في هذا اليوم وفي كل يوم بعده وفي هذا العام وفي كل عام بعده هدى ونورا وشفاء وتوسعة وبشارة في الدنيا والآخرة وزادا لي عاجلا إلى دار السلام وتوبا وأمانا لي فيهما من كل ما يسوءني آمين. ودادي وشكري في اغترابي ومغفري لمغن قدا للحاجة في أرض بافلي. إله له بر وبحر ومشرق كذا ومغرب لم يوهد يعزلي. إله له بر وبحر ومشرق كذا مغرب من لم يوهد يعزلي. ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق لي في مسيري ومنزلي. كفاني الأذى فلا ولي قاد منيتي وأرجو فلاهي بالكتاب المنزل. رجوت فراقي سرمدا جملة العداء بترتيله عن كل سوء بمنزلي. وقال بي المولى تعالى بعفه فسرت له أبدا به ذا توكلي. أخاتبه ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد تاب كالكلي. إلهي بالماء مؤني معي بي وطيب لباسي مفشرابي ومكري. لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى فبيبشر الإخوان والأمر التويلي. لك الشكر يا قهار نصرا يرد لي الكفر والإشراك والكل هويلي. أتيت الذي قد كان يرديه غيره فقله سعيدا بالهدى ذات تحولي. فسوقي وعصياني وكبري محوتها فجلي بكوني بالأولى ذات تكملي. يقيني جميع الدر كون الإله لي وكل دواما من وتذني وكملي. إليك اشتكائي أنت ربي وقائدي فسقلي المنى وانصر جنابي وفجري. يعود جناني مع لساني بذكركم دواما بمدح المصطفى ذي تفضلي. يد جاء لي منكم فصلي وسلما عليه مع الإشراق والنصر أجلي. إلهي بجاه المصطفى وبآله وأصحابه سقل المنى في تعجلي. مرادي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالتف ووسلي. اللهم إني ناجيتك آم هيسج بهذا فوهبت لي توفيق آم زيتة فقلت مرادي قد كملت يا خير مالك فليجد بكشف في الكتاب المفسر. على المصطفى والآل والسب سليا وسلم وفي ذا اليوم ما صرت حسلي. دعائي استجب نظما ونسرا بجاهه وكف الإداء عني وجلي ونفلي. وسقت بك اللهم مستعنيا بكم مع المصطفى والسب أهل تنافلي. دعائي استجب يا خير مؤمن لشاكر فأنت الذي من يستعذ منك تنفلي. إلهي بجاه المصطفى كون المنى لي اليوم واجعلني سرورا لمفلي. تبارك رب لي قد الحاجة وحده فقيرا غريبا عند قلوى وبافلي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. صلاة تشهد لي بها يوم الأهل يا أهل الموفي العشرين في سفر السنة 10 و300 وألف من هجرة من هاجرت إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأني راد أنك ردا يفوق رداي أنت في أيام من التي سودت فيها هذه القصيدة وبيتها في سفر راجيا منك أن تصلح بها ما مدى بالمهو والتبديل والغفران وما بقى بالتوفيق والنصر والقسمة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين
وجدت للباقي الألي كليتي بالحمد والشكر ويعلي نيتي بركتي بركة الباقي الحبيب ولا ألاقي ما يودي للتبيب شهد لله بأني العبد وكوني العبد الحبيب يبدو شهد للباقي بأني الخديم وخدمتي للمنتقى بشر يدوم رفعني الرافع رفعا دائما مع المنى ولا يزال دائما أجابني القريب والمجيب وأبدا يسير لي عجيب للمصطفى وجدت مدحا بشرا كليتي ولي يديم البشرا ملكني الباقي الذي ليس يموت ومن أراد غير دلواني يميت وجدت كلي إلى الباقي القديم وإني العبد المقدم الخديم محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه نفى الأذى لمن قلاني وحسد كما اشترى به مبيئا ما كسد يسر للباقي سعابة الراء ولا أكون أبدا مترا نفى الأنا الله عن كليتي وكفي عن السالفين نيتي والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يشاء لا ريب فيه وسعى الواسم في الدارين كما هماني عن النارين علمني العليم تعليما أجد عنه السباب ولي الوعد النجد لقد تقين هال استهال علي جعل مغنيا عن ابتهال لقيني لقاء من شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل لقيني لقاء من شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل متى لقلبي الثدى في غير سبب ومد في الدارين لغير سبب هدم ما بناه كل من قصد مدرتي وسانني أمر رسل ملكني نفسي ولم يسلتها علي شيئا لي يودي غلتا مددت في البهور لله يدي بقمة المشفع المؤيد إلي قاد الله منه أجرا بلا حساب وكفاني الهجرا يقود للعلم بلا تعلم وسان جثتي عن التعلم شكرت ربي بلا تقرب شكرا بي لقاد خير القرب إلي قدت أرفع التوحيد إن ذوي التخليص والجهود أتاني القرآن من لدنه كما هداني ورديت عنه لم ينبني شك لدى من افترى وما نهى لجهتي من افتراء إلي قاد مالكي خير القرى بلا مسير للبلاد والقرى إلي قاد مالكي خير القرى بلا مسير للبلاد والقرى رديت عنه وارتدى أعرادي ويغرق العادة في أعرادي يذكره البدن بالأنفاس بغير لغو وبلا عفاف بارك لي في الحقل والنيات والقول والفعل مع الآيات فرحت أبدل الورى تفريها وقاد لي حلمته تسريها يقود للجناس غير الناس مع اللزوم تارد القناس هرب معدي في الدارين إلى الندامة وللآرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قاد للمنن بجاي من أبدى الفرور والسنن لقد ما فعل فنون الحي مما يسوءني وذاك التي ليقود ما يكون عجبا باق كريم بيرق النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمان ليجيء ميره لين للقلوب رب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين أشكره على الأمين والأمين نعم الكريم فرد رب العالمين إلى سوى يضر كالشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور لسالف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت سرف لا لسواه وهو للنار انحرف إلى الأمير وحده الموت سرف لا لسواه وهو للنار انحرف هو الذي مكاني انصرفتي لو ولد جند العلي عرفتي أجابني الحي مع القيوم ولا يزال الحب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني أفوت عنه بعد موت ضعفا لا تؤوجه له دعاء يضره وهو الضرر دعاء إن الذي دمره انتقام من قاهر يبدو به المقام هدم ما بناه ذلك الأمير من الفر الحق الذي له الأمور وجوه سعب المنتقى لم تنصرف عن الأمير قبل موت الأنور أذكى صلاة من له الزمان أذكى صلاة من له الزمان
الرحمن على شفيع جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح والصعب بباق أمرا إباء باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت ذا غلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتقم الباقي بمحيي السنن يعلم ذلك الأمير جهلا أني أريته الهدى وتهرى أرض الأمير غير باق صفا لجنة الخلد البقاء وكفى لذلك الأمير موتان بلا نهاية أرهوكة لا يقبلا قلت وإني بالكتاب باقي وغيره لخالق اتباقي يا حي يا قيوم صل بسلام على شفيع المنتقى الماهي ملامة يا حي يا قيوم كمل للمنى في أبد بشرا لكل الأمنا مصليا أني مع التسليم على الذي قدمته تعليمي بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم لبان كون سنة ونوم إلى سوى باق يتيب نومي إلى سوى باق يتيب أكلي توجه الأكل كالنهر أكلي تسليم من ليس يموت أبدا على الذي ليس يريني كمدا إلى سوى لا ينتهى الشراب وللأهل لا يقصد الخراب خير جميع العالمين أحمد قدمه على البرايا السمد ذلك المدح قاله الخديم شكل الذي مدحه معدوم هذا النبي المجتبى الخديم سير من أخرجه معدوما سلام باق لا يزال سرمدا على شجاع قد كفى للكمدا نبينا بحر الندى ليس العدا أرض الذي أخرجني أين هدى قدم سيد الورى بنا أمن أخرجني وليسقر الزمن تسليم هاد قد هداني السرات المستقيم في السهاب زنخلات وجهته بعد صلاته إلى من لا يزال منه قيل وإلى لمصطفى وجدت مدحا أبدا يقع سرورا والسرور أبدا إلى النبي وجدت مدحا أردا قدلا ولي يقود سوري سردا نبينا أحمد لن يجارى مع القيوب ذاتها الفجارى وجدت للمختار أمداحا تدور وقدمتي للمصطفى تشفي الصدور محمد صلى عليه الله في عذبه ليبدت أولاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل بين أحبائك وبين غيرهم بقولك فبهت الذي كفر فزنا بأن الله جل وعلا قاد لنا الإسلام مفتاح الأولى بركة الإسلام تحمي المسلما أما يجر ضررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى هدى الإله ربنا هو الهدى ومن يمل له يهز قين هدى تعب من دان به يسول بمهب من منه أتى التنزيل إكرام ذي الجلال والإكرام يقود ذا الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام ومحسنا بعدا من الملام لجنة الله يقود المسلما إسلامه له إليها سلما ذكر ربنا تعالى أن إسلامه الدين لديه منا يقي الذي آمن مسلما ومن أحسن ربنا الفرا كل زمن كتاب ربنا هوى المرادا دنيا وأخرى وهوى المرادا فله من آمن مسلما ومن أحسن فوز قد يقلد الأمن رد الإله قد جل وعلا لغيرنا إذلال من أبى الأولى حيث القائل لكم دينكم ولي دين في كل سنة وفي كل شهر بلا معاداة ولا منازعة وبلا شيء يسوءنا أو يضرنا في شيء ما أبدا آمين وهب لنا عظم هذه الحروف ما لا يعلمه إلا أنت من المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين أعلم أن الله على كل شيء قدير إذا علومي لي رب نافعة ولسواي بالدوام عافية علي من بانسلاقي من عيوب نفسي بلا حول لها وبالغيوب لتب سلامة من المعاصي وسرمر لي كل عاصي من علي رب بالإطلاق وبشر لي لدى التلاقي إجل حياتي ومماتي فرجاها لي وبي خير البرايا فرجا نطيب مكان
تيبي ودم كلها يا خير رافع شكور جلا إلى مساع السابقين الأولين وبهم اجعل لي من المفضلين لهبهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا لوقت بالصلاة والسلام بهم كما بهم جرى الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للقرب والكمال عليه سل وتسلم بهم ومن علي بسفاه بهم لهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقول لأمركم يكن فكون لي ما لم يكن أنت الذي متى تقول لأمركم يكن فكون لي ما لم يكن كون لي اليوم بكن كمن لي اليوم بكن كن يا قديم وليهب بي سعادة تدوم كمن لي اليوم بكن يا قديم وليهب به سعادة تدوم لهب به كوني ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح لهب به ما فاق فني ظاهرا وباطنا أبدا خديما تاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم ونافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا أعويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعتني كرمتني قلبي وأوسالي معا وديع لك وفذني مننا بديع قلبي وأوسالي معا وديع لك فزني مننا بديع دعائي يستجب بحرمة الأمين وآلي والصعب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتامير ربي علي سري وتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا من قال وقولك القال وأنت خير من توجه إليه المقال يا مطلقا وسع وحل الحقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ملكت أحمد مدادي والقلم لوجه من أوهى له غير الكلام ثبت كوني القديم والخليل والحب للماء المكفر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والأبد لرب الله أكرمني ربي رب العالمين بقمة المختار أحمد الأمين له صلاة وسلاما أبدا أطلب من معلي الأولى أبدا لآل الغر وللسهاب الكرام لآل الغر وللسهب الكرام أبغي من المعت العلي أعلى مرام زببت عن دين الإله الناس إن العدا الشرك مال الناس يزود نهبي وعودي سرمدا ما لا يليق عن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد كل الشرك إن ذويه عيبا بالدرك يقاد للإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام نفعني الإيمان عند الكافرين الفاسقين المشركين القاسرين فذا حياتي بلا شقاوة بأنفع الإنفاق ذا حلاوة قلت لرب الناس إن المسبد أبكار توحيد نفينا كبدي وسرت للمختار إن المغرقات أبكار أمداد نفينا الفاسقات نفعني النافع عند المهلكات بخارقات قد نفينا المشركات أوصلني الله لدى البهور له وقال لي مهور الهور ملكت عند الأسفياء توحيدي ربي وسانني عن الجهود وسرت عند الأغبياء أمداهي لمن هماني بامتلى الأقداه وسرت للآل وللسهب الكرام إن القدام سرهم بلا انسلام لأهل بدر رمت ما يليق بالكل ممن بشنا القليق هم الهداة وهم الكماة هم الكرام وهم الكماة من مالكي أروم للجميع فوق المنى من غرد مجموع فاعتر قبل أهل بدر الأسود فوق المراد مذاته الحسود يسر لأهل بدر الفئام
خير منن يا مسبا لآمي سؤل سواي ولغير داري كل أذى يا مجري الأقدار بارك لي اللهم في أعرادي وفي عباداتي وفي أغرادي يسر لسيد الورى ما عسرا يا من به كفيتني من قسرا لك كتابي وأنت الأكرم يا من به لم يلهني العرم أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دين خيرك لك السماء والأرض والهواء يا من على العرش له استواء لك تي الدنيا وتلك الأخرى يا من جعلت لي لديك سكرا أكرمت يا باقي جنابي ظاهرا وباطنا ولي تقول تاهرا هديتني بالمنتقى المؤلم صل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم فما لدي منك لن يريما منك لدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق ضري من جهت ثبت قلبي أنرت للجنان كل يدي وجهتها إلى الجنان لم ينهني بخل لدى الضراء وما نهاني الشك في السراء حسبت نفسي لدى الأعداء بكظم غيظي ومحوت الداء حسبت نفسي لدى الأعداء بكظم غيظي ومحوت الداء بك عفوت عن جميع الناس بعد الجهات المذنب الأدناس بك غدوت مؤمنا ومسلما ومحسنا لم أر من لم يسلما هديتني بدينك الإسلام وكنت لي بأحسن الكلام تسليمك النامي مع الصلاة على شجاع دغم القداة إلى النبي والرسول أحمد خذ الصلاة بالسلام الحمدا نفعتني بالله بالمنفوع الشافي المشفع المرفوع بحق وجهك الكريم أدخلي في قلب أحمد الرامي يدخلي تفضلا علي في ذا اليوم وبعده أن اللغى بسوم تفضلا علي بالبرور بلا مفاسد ولا قرور سقيتني بكاسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك لي اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام عليه بالتسليم سل سرمدا في الآل والسبي وقدمته مدى سقت لغيري الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يحمدا نفيت إبليس وما والاه لغير ذاتي أبدا يلاه أذبت ما لم يرد لي لغيريا يا من إلى الجنان ينمي غيريا بارك في حقائدي وقولي والفعل ما لي قدت دون جوري لك كتابي يا كريم يا أحد يا مغنيا ليس له كفء أحد فزت بذاتك وبالأوصاف يا باقيا قد كنت لي بالسافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كيف يديم للعجب في كل شيء ما وفي شهر رجب لقد تبين لكل من حقل كونك لي بما ارتفع أمن نقل لقد تبين لكل من علم كونك لي بما من الضعف سليم سلمت حقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال نبتني تنبيه حاكم حكيم ألهمت أفواه عداية بالشكيم برتني من كل سوء وتهم برتني من سوء ظن وتهم ولفؤادي قدت أي غيبا بهم لقنتني تقينا موهر مرهم أصبتني من جالبات وهمي أتيتني هداية قد بهتا بها العدا فسلمت وسكتت تنهو لغيري الأعادي والفتون وتنتهي لي الشروح والمتون ملكني الظاهر أحكاما بدل وملك الباطن حكمة هدر ملكني الظاهر أحكاما بدل وملك الباطن حكمة هدر اعتصني الواحد في الدارين بما لغيري سلف الآرين آيات ربي تقول ذاتي إلي بالإكرام واللذات هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي ساق ربي الفاسدة ترسي عن الأعداء والجدال قضي إلى الجنان بالأبدال حبب للكتاب غير مرسل وقاد للحديث غير مرسل بالله والرسول سبت أبدا لو قديما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وقاد للحديث كالآيات هدية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبكر حلال ترسي عن الدلال والإملاق هدية الأليم ذي الإطلاق وصلت لله بلا هوائق وكان لي بكرم بلايق إكرامه في كل شيء لي بدا ودق يمها وبشر أبدا لو كتابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسان مسكني لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد
وهببتني بما نفع لغيري كل عدو وأتبت ميلي هديتني هداية الكرام وكنت لي بمعجل المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا تممت أفعالي لأصحاب السهاب وقلت لي منك بمعجل السحاب أكرمتني إكرام من لا ينفد ما عنده فلشكوري أفد علمتني تعليم علام الغيوب تهتني مما يودي للغيوب فرأت أفضل الورى بأمري دعت أتي معجلا لزمري لقد تبين لكل جاهل كوني عبدا للجميل الواحد مددت لي منك بلا حساب ما عاد كلي إلى اعتسابي نفعتني نفعا أداما أجبا يا من يباهي بحياتي نجبا يسرت لي تيسير عادل لي لمن يشاء ما شاء من غير الرهد شئت الذي تسرني بلا ضرر شئت الذي لي بلا أناء الدرر أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجار بلا مقوف أعطيتني الذكر الحكيم صالبا ليهدى ولإعداء قاربا وجدتك اليوم بشكر لا يرى إن سواي ولغير لم يرى وجدتك اليوم بشكر لا يرى إن سواي ولغير منذ عداية قد جعلتهم كعادة أعطيتني يا ربي ما يغبطني في سواي ليسن تمتني هديتي ذات الإنكار ومنك لي تقلد الأبكار وجدتك اللهم بالتوحيد إن ذوي النفور والجهور إليك أوصلت لدى البهور مذاتي الفجار والمدهور سقت المهامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جهد علمت الأعداء كوني عبدك مسقط لي عند إذاك جندك علمت الأبرار كوني قلك منذ جعلت لي كثيرا قلك لقد تبين لمن لم يجهلوا كوني يحبك ولست أذهل يجود للعليم والقدير بغير سر دون تدبير يجود للعليم والقدير بغير سر دون تدبير ملكت أحمد المداد والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد المداد والقلام لوجه من أورثني خير الكلام